السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ يا رب جميعا ان شاء الله تكونوا بخير. وحشتوني جدا جدا. الناس اللي ما عملتش كحك العيد ولا بوتيفور ولا بسكوت تضم عليا. هنعمل بسكوت حلو قوي قوي وسهل واقتصادي جدا جدا. انا بصراحة السنة دي ما عملتش كحك وبسكوت، عندي ظروف يعني خالتي متوفية ولسه ما كملتش السنة، واحنا عندنا العوايد بتاعتنا ان احنا لو عندنا حالة وفاة ما بنعملش كحك ولا بسكوت. فروحت عند مامتي قالت لي تعالي نعمل بسكوت، احنا ما عملناش في العيد اي حاجه طبعا علشان الظروف اللي قلتها لكم، فقالت لي تعالي نعمل اي حاجه كده ناكلها مع الشاي. يلا بينا نشوف مكوناتها، ومكوناتها سهله وبسيطه جدا. معانا بيضايه، معايا نص كوبايه من الزيت، نص كوبايه من السكر، والكاكاو هناخد منه على قد ما هنحتاج. كيس من البيكنج باودر هناخد منه معلقه صغيره، والفانيليا، ومعانا الدقيق بتاعنا هناخد 3 كوبايات من الدقيق. تمام كده. شفتوا المكونات بسيطة ازاي؟ طبعا انت لو عايزة تضاعفي الكمية هتزودي، هيبقى بيضتين، كوباية سكر كاملة، كوباية زيت، وهتزودي طبعا في كل المقادير، و6 كوبايات من الدقيق لو هتزودي المقادير. لكن في المقادير بتاعتنا 3 كوبايات بس من الدقيق. تمام. نزلنا كده ب3 كوبايات من الدقيق، هنحط لهم ذرة من الملح او رشة صغيرة من الملح، سنة عن الرسول عليه الصلاة والسلام. وهناخد برضو معلقة صغيرة من البيكنج باودر، مش هناخد الكيس كله. اهو كده، بصوا زي ما انتوا شايفين البيكنج باودر هناخد منه معلقة صغيرة، مش هناخد الكيس كله. اهو كده، كمان مش معلقة كاملة، نص معلقة، نص معلقة كمان. وهنرش رشة ملح، وهم دول بقى كده ايه المكونات الجافة. هنقلبهم مع بعض. وهنا بقى المكونات اللي هي السايلة، اللي هي نص كوباية زيت والبضاية والسكر، هنضربهم في الخلاط. وهنضيف على البضاية كيس الفانيليا ونضربهم في الخلاط كده. هناخدهم بقى نضربهم في الخلاط، البضاية ونص كوباية الزيت ونص كوباية السكر. شفتوا مكوناته بسيطة ازاي؟ والكاكاو هناخد لما نحتاج بقى الكمية اللي هنحتاجها، هناخد من الكمية اللي قدامنا، طبعا مش هنستخدم الكمية الكاكاو دي كلها. بعد ما ضربنا في الخلاط نزلنا بالمواد السائلة كده على الدقيق، اللي هما 3 كوبايات من الدقيق. وهنخلط بقى كده. البسكوتات والبوتيفورات من الحاجات اللي ما بتعجنش يا جماعه كتير، علشان ما تعملش معانا مطايه كده في العجين، يعني بمجرد بس ما بيتشرب كده بيبقى خلاص تمام. يعني انت كده بتخلطي المواد السائله مع المواد الجافه، بمجرد ما كله بيتداخل في بعضه خلاص بتوقفي عمليه لم العجين. ما بنعجنش البسكوتات والبوتيفورات يا جماعه، ولا الكحك كمان. بنقلب بقى كده وبنخلط كده العجين بتاعنا كده. وبعد كده بناخد بقى العجين ده بنقسمه على 2، جزء بنعمله بالكاكاو وجزء بنعمله زي ما هو كده ابيض زي ما شفت. ماما كده بتشربها علشان كل المواد السائلة تدخل. حسيتي ان العجين بتاعك محتاج حاجة ناشف او اي حاجة، ضيفيله شوية لبن. لو حسيتي ان العجين بتاعك ناشف وبتختبريه كده، لو لقيتيه بيشقق معاكي ضيفيله شوية لبن. احنا هنا ما ضفناش لبن، احنا مستخدمين مية، يعني احنا ما عملناهوش بلبن خالص، احنا عاملينه اقتصادي. فنفس كده الخلاط اللي ماما عملت فيه حطت فيه شوية مية ولمت كده. يعني بصوا اقتصادي جدا، هتلاقوا اقتصادية اكتر من كده ايه. هي بيضاية واحدة وكمان شوية مية، مش لبن كمان. عندك لبن حطي، ما عندكش يبقى شوية مية. ولمت بقى كده. وهتشوف بقى لو هي عملت معاها، يعني اختبرتها عملت معاها تشققات، يبقى كده هي محتاجة شوية مية كمان او شوية لبن المتاح عندك. قسمتها بقى على 2، وهتاخد الجزء ده وهتحط عليه كاكاو علشان تعمل جزء بالشوكولاتة وجزء سادة. الجزء بقى ده كده هتحطه في كيس علشان طبعا ما يشققش معانا وينشف معانا. والجزء ده هتضيف عليه معلقة كبيرة من الكاكاو، ودي كاكاو خام فمش هنزود اكتر من المعلقة. يعني زي ما قلت لكم الكمية دي كلها مش هنستخدمها، احنا هنحط كده وهي معلقة واحدة، لان دي كاكاو اسباني خام وخالية من السكر فبتعمل لون على طول. هنخلطها كده. حسيتي ان انت طبعا نشفت معاكي، هتضيفي معلقتين لبن او معلقتين ميه.
وطبعا عشان زي ما قلت لكم احنا عاملينه اقتصادي، فدي فيه معلقتين ميه. والله العظيم طعمه كان تحفه يا جماعه، وكان حلو قوي قوي قوي. واهو يلا عوضنا عن بسكوت العيد وكحك العيد اللي ما دقناهوش. الحمد لله على كل حال. اهو بقى كده. بس كنا عايزين كميه كبيره، احنا قلنا لها ليه يا ماما عملتي الكميه الصغيره دي؟ قالت لنا خلاص بقى بكره هعمل لكم كميه تانية. اهو كده خلطناه بقى كده. خلطنا كده المعلقه الكاكاو مع العجين وبقت لونها حلو كده. وماما بقى بتجربها، لو لقيتيها ناشفه زي ما قلت لك هتضيفي عليها. بصوا هي لما بتضغط عليها كده جميله وطريه، فكده خلاص تمام. لو لقيتيها ناشفه معلقتين لبن او معلقتين من الميه. هنا بقى هنعمل ايه؟ هناخد بقى العجينه البني والعجينه الابيض، هنبتدي ان احنا نعملهم كور صغيرين. بصوا كور صغيره كده علشان نعملها زي البسكوتة البسكريم. بسكوتية حلوة قوي وبسيطة واقتصادية، وهتفرحي بيها الولاد ومش هتتكلفي حاجة. البيضاية ان شاء الله موجودة في البيت، والسكر عندنا، الزيت عندنا، ومش عاملينه بزبدة ولا حاجة، يعني عاملينه بزيت. ممكن كمان لو انت عايزة بقى تعززي الكلام تعملي بقى بزبدة، بس احنا عاملينه لك اقتصادي كده بقى. بصوا كورنا كل الاشكال اللي هي بالبني بالشوكولاته، وكمان هنعمل التانيين ونغطي كده علشان زي ما قلت لكم ما ينشفش معانا. وعملنا كمان اللي بالابيض، جمعناهم بقى كده اهو. وبصوا بقى ماما بقى هتعملهم بالشكل ده. بصوا انا عملت واحده بس صورتهاش. ماما بقى بصوا بتعمل ايه، بتاخد كده 2 من البني واتنين من الابيض وبتلفهم لفه وتقوم ضغطه عليهم لتحت. هوريكم دلوقتي واحده كده تكون اوضح. اهو سهل وجميل وحلو كده ومفهوش حاجه. بصوا هناخد كورتين ابيض واتنين من الشوكولاته. اللي تلاقيها كبيره صغريها، يعني اللي لقيتش كده الكرايه كبيره صغريها. وهتحط بقى ايه 2 كده قصاد بعض، والاتنين دول قصاد بعض. هتلف لفه. بصوا هتلف بايديها لفه اهو. ضمتهم كده، هي لقيت دي بقى كبيره ما تزولناش بقى يا حاج. هي بقى بتلف بصوا لفه كده صغيره وتقوم ضغطه لتحت. في اللفة دي هما كده بيتلزقوا في بعض كلهم اهو كده. وتضغطها بقى لتحت وتحطهم كده في الصينية. هي بقى جمعتهم بقى كلهم عملتهم اهو. طلعوا والله كمية حلوة، ده غير كمان اللي احنا كلناهم اول ما طلعوا من الفرن انا وهي. بصوا اهو بقى هندخلهم الفرن على درجة حرارة عادية زي ما بتدخلي الكيك، 180 درجة في الرف الأوسط. والبسكوتات والبوتيفرات ما تاخدش وقت في الفرن، يعني 10 دقايق وبتكون انتهت في التسوية. طلعت شكلها جميل وطعم البسكوتيه حلو والله جدا جدا واقتصاديه قوي قوي. طبعا الناس بقى اللي ما عملتش زينا تعمل لها كده شويه بسكوت تفرح بيهم العيال. اي نعم بعد العيد ما بيتفتلش كحك، بس احنا يعني عادي، يعني عملنا شويه كده ناكلهم مع الشاي. احنا كنا قاعدين يعني زهقانين ومش لاقيين حاجه نعملها، فقلنا نعمله. وقلت لها استني اصوره علشان لو حد عايز يعمل حاجه. فيا رب الفيديو ان شاء الله كده يفيدكم وتعملوا بقى لاولادكم بسكوتيه الحلوه دي. على فكره حلوه قوي لو هم رايحين مثلا المدرسه الصبح ولا حاجه، تحط لهم في اللانش بوكس. حلوه والله جميله قوي، وانا عن نفسي عجبتني وهعملها باستمرار. يعني لو هتعملي كل يوم 3 كوبايات دي كده طبق ويفطروا بيه او ياكلوه بالليل كده ينقنقوا فيه، حلو والله ولذيذ. يا رب الفيديو يعجبكم. ما تنسونيش بقى في لايك وشير وسبسكرايب للقناة. ولو اول مرة تشوفيني فعلي الجرس علشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.